بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله الوقت هنتكلم عن الزمالك والكونفدرالية العالمية وفيوتشر والدوري المصري والبطولة المحلية. الزمالك خد بطولة إفريقيا الكونفدرالية، وبنقول له ألف مبروك. بطولة على قد مستواه، بطولة على قد مستويات المركز الثاني، والناس اللي هي بتجيلها بطولة كل كام سنة، واللي هي اللي هي البطولات اللي بتيجي بالصدفة. ما هي خد بالك، أصل القصة كلها أنت النهاردة بتشتغل ولا ما بتشتغلش، بتعمل علم ولا ما بتعملش علم، بتعمل تخطيط ولا ما بتعملش تخطيط. فبيبان عليك في شغلك، خليها في شغلك في أي شيء، في أي مجال في العالم. انت بتشتغل وبحقق ذاتك، وبتشتغل ومخطط انك بعد سنة هتبقى كذا، بعد سنتين هتبقى كذا، انا هعمل كذا كذا. لا، الدنيا متظبطة معاك، حتى لما بتوصل لهدف ما بتبقاش متفاجئ بيه. يعني انا مثلا عامل حسابي، انا عندي مثلا في شغل معين، وعامل حسابي ان انا بعد سنة هوصل لمعدل معين، هبقى هكسب مثلا 1,000,000 جنيه مثلا. لو انا كسبت مش هتبقى مفاجأة بالنسبة لي، انا مخطط. انا مخطط ان انا بعد سنة هيبقى معايا كذا، بعد سنتين كذا، بعد 5 كذا. انما انت المشكله ان انت فجاه مثلا قمت من النوم الصبح لقيت نفسك كسبان المبلغ ده. هم الزمالك قاموا من النوم الصبح لقوا نفسهم كسبانين الكونفدراليه. يعني ايه قاموا من النوم الصبح؟ هم كانوا رامين طوبتها من اول السنه. بقى فجاه قابلوا فرق دريمرز ولا مش عارف مين الغاني، فرق او معموله من 10 سنين، بتلعب حكشه. راحوا نهضة بركان ما يحسبولهمش ضربات جزاء. مخرج ما عندوش ضمير. ناس ناس ما عندهاش سيبك من المخرج على فكرة. في الموضوع المخرج ده عشان برضو يبقى كل ذي حق حقه. المخرج ماليش علاقة نهائي باحتساب او عدم احتساب ضربة جزاء، عشان ما بقاش قلت كلام، لان قلت الكلام ده قبل كده ورديت على رضا عبد العال. المخرج ماليش علاقة بان هو يحسب ضربة جزاء او ما يحسبهاش، لان الفار ليه قمراته الخاصة وليه اللي بيعيد له. هو الحكم اللي جوه الفار هو اللي ما حسبهاش. انما المخرج ملوش. انما انت شغلك انت المهني، شغلتك انك توري الناس اللقطات كلها، انما ما تجيش تخبي حاجه. اما انك انت حسب او ما حسبش، اللي ملهاش علاقه بالاخراج خالص. وما زلت بقول عشان ما يبقاش زي الجماعه لما مؤاخذه اللي بيطلعوا في الاستوديوهات، والجماعه اللي اياهم اللي هم بيدوروا على ان هم زي رضا عبعال وغيره، يقول لك المخرج ايه يا بتنجان انت؟ مخرج ايه؟ اصحى. مخرج ماليش علاقه بان ده يحسب او ما يحسبش. تاني حاجه، فانا بقول لك قاموا من النوم الصبح لقوا نفسهم كسبانين الكونفدراليه. طيب يا عم، انت كسبت الكونفدراليه، داخل عمال تعمل، ويطلع رئيس النادي يقول لك انا هروح العب في كاس العالم للانديه، انا هروح مش عارف الاتنين في واحد. انت داخل جمعيه تقول لك الاتنين بنفرين. يا عم اصحى. انت رئيس نادي من اكبر الانديه في الوطن العربي. شيء برضه خليك اتعامل على انك كده. يا اخي حرام عليكم، اقروا. ما انت معاك لائحه، معاك قوانين. رئيس نادي مش عايز تقرا، خلي الناس تقرا لك، هات سكرتير، هات لك محامي. الناس دي كلها يا جماعه حرام عليكم، انتوا ليكوا مسؤولين عن توجيه الراي العام، وراجل مسؤول انك انت تاخد قرارات. ازاي هتاخد قرار وانت ما عندكش المعلومه؟ ازاي بتقول انا هروح اقدم للاتحاد الدولي؟ هيضحك عليك. فانت عايز توصل كاس العالم للانديه، مش اخر كاس العالم للانديه في الكون بتاع 25، في 29. اشتغل عليه من دلوقتي، اشتغل عليه من دلوقتي. وما تقعدش بقى تقول الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال. يا عم اقوى مين؟ يا عم اقوى مين؟ انت شوف الماتش اللي في الدور قبل النهائي، انت تعرف الفرق بين ده وده. فديت بالنسبه للزمالك وفيوتشر والبطوله المحليه. فيوتشر يعني ده هو مستوى الزمالك الحقيقي. اقول لكم الزمالك مستواه الحقيقي هو ده. انا من وجهة نظري الزمالك مستواه في منتصف الجدول. مستوى الحقيقي باللاعيبه اللي عنده دي ما ياخدش مركز رابع، خامس يعني لو خد رابع يبقى كويس جدا.
بس طبعا انت عارفين المجاملات، وعارفين الكلام ده كله، هيزقوه لحد ممكن يوصل لنهايه السنه. بقول لك هو ممكن يوصل لثالث، لولا ان بيراميدز السنه دي دايس كان ممكن يوصل لتاني زي ما. لكن هو الزمالك هو مستواه كده حد اقصى بالنسبه له من وجهه نظري. يعني يوم طول ما بيراميدز موجود، ترتيب الانديه في مصر يبقى الاهلي واحد، بيراميدز اتنين، الزمالك التالت الرابع حد اقصى. ف فيوتشر اظهرت المستوى الحقيقي للزمالك، وهتشوفوا وتشوفوا وراجعوا كل المباريات اللي بتتلعب. شوفوا مباريات، شوفوا الزمالك بيعمل ايه. يا جماعه ما بيعملش حاجه في الملعب. مفيش كوره كورنر، اعتماد على زيزو، شوطه ضربه جزاء. شوفوا احرز اهداف ازاي وطريقتها ازاي وشغلها، مفيش. ف بنبارك تاني كمان مرة للزمالك على الكونفدرالية العالمية، واتمنى له التوفيق في البطولة المحلية، اللي هو بيحس ان هو يعني اكبر منها، ويلعبوا في الدوري الاسباني زي ما كانوا بيقولوا قبل كده. بنتمنى التوفيق لكل الأندية، وبشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.